السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة هلال ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوا عندي وصفات ان شاء الله تعجبكم. عامله لكم النهارده طاسة مكرونة بالجمبري سهلة وبسيطة ولذيذة قوي. ويلا بينا ندخل في الوصفة على طول. اول حاجة هنسلق المكرونة. هضيف لمية سلق المكرونة ملح. الملح مهم لانه بيساعد المكرونة على امتصاص الصوص اللي احنا هنحطه لها سواء كان وايت صوص او ريد صوص. بعد كده هنضيف الزيت وده برضو علشان نقلل من ان المكرونة ما تلزقش في بعضها. عندي هنا نص كيلو جمبري. هضيف له رشة ملح، بابريكا، كمون وده اساسي في اي اكلة طالعة من البحر، كركم. في طاسة هنحط شوية زيت وبعدين قطع الزبدة. هيسخنوا هننزل بالجمبري. هقلبه على الجنبين. وبالنسبة لحجم الجمبري اللي معايا مش هياخد اكتر من 5 دقايق على النار وهيكون وصل للسوى المطلوب. والمطلوب والصح ان انتي بتاكليه يكون فيه عضة ما يكونش بايت. خلصنا الجمبري. في نفس الطاسة هننزل بتوم. يا دوبك ريحة التوم تطلع هنضيف كريمة طهي متدوب فيها معلقة دقيق. ده تقريبا نص لتر كريمة. لو مفيش كريمة يبقى هتقلبي معلقة دقيق مع قشطة ولبن وهتضيفيهم. هنقلب الكريمة ومع التقليب هتلاقيها بتتقل معاكي. انا هنا حبيت ازود الكمية واخفف شوية الصوص فضفت شوية من مية سلق المكرونة. ممكن كمان تضيفوا لبن. عامة خفية الكريمة تقدروا تتحكموا فيها باضافة لبن او مية من سلق المكرونة زي ما قلنا، او ان انتوا تزودوا الدقيق، او ان انتوا ما تحطوش دقيق خالص. بس لو محطتوش دقيق خالص هتكون خفيفة قوي وانا ما بفضلهاش كده. انا عملتها بالقوام المناسب بالنسبة لي ودي اذواق، اللي انتوا بتحبوه اعملوه. هشيل الكريمة من على النار وهجيب طاسة تانية هحط فيها مقدار المكرونة اللي هناكله دلوقتي. واي مكرونة وايت صوص عامة الصح بتاعها ان هي تتعمل مقدار ما هتاكله بالظبط، والباقي يفضل كل حاجة مفصولة عن بعضها. يعني مثلا في المكرونة بتاعت النهاردة دي هنسيب المكرونة مسلوقة لوحدها والجمبري لوحده والكريمة لوحدها، ولما تيجوا تاكلوا تطبقوا كل ده على بعضه ويتقدم سخن. حطيت المكرونة وعليها شوية من الوايت صوص، وبعد كده حطيت ميكس جبن شيدر ورومي. بعد كده ضفت شوية من الجمبري. لو ملاحظين ان ما ضفتش اي توابل او ملح تاني وده لاني اكتفيت بالتوابل اللي اتحطت في الاول على الجمبري ونزلت في الطاسة. شايفين الحلاوة؟ اظن واضح من غير ما اتكلم. ريحة الجمبري خطيرة والمكرونة جوسي ولذيذة قوي من غير اي اضافات كتير. وفي النهاية لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.